عصابة حمادة وتوتو، أيوة هو الفيلم اللطيف اللي كلنا بنحبه بتاع عادل إمام ولبلبة. وما كناش بنشوفهم العصابة ولا حرامية أصلاً، وكل مرة بنتفرج على الفيلم بنزعل إنهم اتقبض عليهم وإنهم ظراف وطيبين. طب ليه؟ عشان بنشوف إنهم انظلموا وبيسرقوا أو ياخدوا حقهم من ناس أصلاً ظالمة بمزاجهم، يعني بيدوهم عشان هم عاوزين يدوهم، محدش ضربهم على إيديهم. والموضوع في حياتنا اتطور وبقى قانوني أصلاً لما بيطلع أشخاص يقعدوا يحكوا قصة حياتهم، أكلوا إيه، شربوا إيه، اتجوزوا إزاي، اتخانقوا واتصالحوا إمتى وفين وإزاي. وإحنا بقى بما إنه بمزاجنا وشعب بيحب يعرف ويموت في اللت والعجن، بنتفرج ونتابع. وممكن ندخل نسألهم كمان، ها وصلتوا لإيه؟ ما تقولوا لنا عملتوا إيه وريحونا. انتم هتسيبونا كده ونشارك في قنوات وهم طبعا يلموا في المصاري والدولارات، كأن هموم الدنيا ومشاكلها هتتحل بمعرفة وصلوا لفين أو بيعملوا إيه. هم بينجحوا وإحنا بنتفرج وبنستنى. نفس الفكرة، حد ضربك على إيدك والقانون لا يحمي المغفلين. فكركم العيب فيهم ولا فينا؟ ما هو فعلا محدش ضربنا على إيدنا.